لو واحد لسه متخرج النهارده من الكليه، اول حاجه تنصحه بيها عشان يبتدي يلاقي شغل؟ وعلشان يقدر يتجاب في وسط كل الناس اللي مقدمه دي، اللي منهم انا كنت بالمناسبه. انا وقعت في المشاكل دي كلها. الجامعات الاقليميه ما بتبقاش منفتحه على يعني احنا كنا حوالي 4 مليون في المية بس بنذاكر حاجه زي دي. غش يا عم، غش. روح في الاول غش من الناس. لو انا وانت ما نعرفش بعض ومعزولين وعندنا نفس المشكله، لازم تكون عارف الكمبيوتر ده شغال ازاي. احنا كل شغلنا ان احنا عباره عن ناس بتحل مشاكل. يقول لك انا هبقى موبايل ديفلوبر، طب فين الاساسيات؟ روح اسمع الكورس ده، لو عجبك تمام، ما عجبكش سيب المجال ده، مش كارير. انت بتخش المنحه دي وبتمضي على الاقرار ب 40,000 جنيه، ودي كانت من احسن الحاجات اللي انا خدت الريسك فيها بجد. انت اصلا ابتديت برمجه، ابتديت اهتمامك بالبرمجه من قبل الجامعه، ولا الجامعه اللي خلتك اصلا تاخد بالك من الحيتريات؟ طيب، هو انا كان نفسي من زمان اتعلم برمجه وكان نفسي اخش المجال، بس الفكره ان هو الوسط اللي حواليا والمحيط بيا يعني ما كانش اوير بالفكره دي. يعني ما كانش في حد اقدر اساله، ما كانش في حد اعرف اوصل للحته دي. فكأي حد بيفكر ان هو عايز يخش المجال، خلاص هيدخل عن طريق الاكاديمي يعني. تمام. عايز اقول برضو ان هو كان في مشكله عندي في الاول، ان هو ما بنعرفش نسيرش، ان هو ما بنعرفش ازاي نوصل للمعلومه. يعني انا لو كنت سريشت شويه وجربت مع فيديو 2 3 وحاولت مثلا اوصل لحاجه الفيديو، وامشي مثلا مع بلاي ليست او مع كورس مثلا واحده بواحده، الفيديو ما فهمتش منه حاجه قفلته. بس فالفكره كلها ان انا لو كان عندي المايند سيت بتاع السيرش ده، او حد كان قال لي دور في كذا او اعمل كذا، كان ممكن فعلا يعني الموضوع لو في جايد كان هيفرق معايا جدا. يعني كنت ممكن يبقى عندي معلومه كويسه قبل ما ادخل الكليه. بس الفكره كلها ان خلاص طالما ما فيش الطريق ده، فكرت بقى ان انا هخش بقى كوميونتي وادخل الكليه، بحيث ان هي دي الطريق فعلا اللي يوديني على المجال. يعني دي من الحاجات المهمه جدا في حياتنا. احنا بنستنى حد يقول لنا ذاكر ايه وما ذاكرش ايه، ده حقيقي. يقول لنا الطريق، لكن يعني فكره ان انت تدور بنفسك وانك تعرف تروح فين وانت عايز ايه اصلا، وتسيرش وديب خالص ده حتى لو مش ديب، حتى لو فكره عامه مثلا رئيسيه. يعني انت لو هتكتب كلمه البرمجه حتى على، هو دلوقتي ما بقاش صعب قوي، بس كان وقتها على وقت يعني احنا كنا بنتكلم في 2015 16 قبل 2015. انا شغفي من زمان في الموضوع ده. بس الفكره كلها ان هو ما كانش فعلا عندي التفكير اللي هبتدي فين واروح فين واجي منين. ايه افضل المنح او الفرص دلوقتي اللي موجوده لاي حد بيدرس برمجه، اذا كان تبع كليه او بره؟ طيب، في حاجات هي من الوزاره زي اي تو اي ممتازه، وخصوصا 9 شهور. حته 9 شهور كويسه جدا. الفكره كلها ان بعد 9 شهور كمان بيبقى في جوب فير بعديها. يعني هو بيبقى الشركات، جوب فير ده باختصار يعني ناس بتيجي، الشركات بتيجي والناس بتيجي اللي هم خريجين اي تو اي وبيعملوا انترفيوهات. بالظبط، كله بيبقى موجود بالسيفيهات بتاعته، بياخدوا الناس. انا سمعت كمان ان في ناس بيبقى اصلا الشركات بتاخدها اثناء المنحه، يعني من قبل كمان ما يعملوا الجوب فير ده. والان تي اي سمعت عنها؟ انا سمعت من منحه الان تي اي، بس يعني بنفس القوه بتاعه الاي تي اي. في منح كتيره جدا. في منح كمان اللي هي مصر الرقميه اللي هي دي دي كويسه جدا. ده كمان في اللي هو البراعم اللي هو الصغيرين، كمان الاطفال الصغيرين، فده كويس جدا. ما بقاش في نفس المعاناه بتاعه زمان. هو دلوقتي لا، الاطفال كمان يخشوا مجال عادي. اي حد عايز يخش مجال وعنده فعلا المثابره وان هو عايز يوصل لحاجه، لا هيوصل لها. ما بقاش في عوائق زي زمان. لا، وزمان خالص بقى الناس اللي هم المحاربين القدامى دول. عايزين نتكلم برضو في حته ايه، ان هو الفرص بقى قصاد العدد. يعني فاهم فكره العرض والطلب برضو. الناس زمان كان ما عندهاش فرص كتير للتعلم على قد ما كانت في فرص كتير للشغل. دي حاجة كويسة. على عكس دلوقتي في فرص كتير للتعلم بس فرص الشغل قلت سيك. في شركات طالبة في شركات طالبة، وفي سوق مفتوح في سوق مفتوح بس دلوقتي محتاج فعلا الناس ان هي تكون مميزة علشان تقدر تخش الشركات، وان هو يكون عنده يعني زي ما انت بتقول برضو متعمق، ان هو فاهم الحاجة من تحت كويس قوي. دي برضو بتفرق جامد قوي. يعني هو في ناس كتير فعلا بتخش انترفيوز بتقع في البيزكس، تمام، فدي بتبقى مشكلة كبيرة مع انه اسمه سينيور ومش عارف ايه وبتاع، بس هو دي بتبقى فيه مشكله. الفكره كلها ان هو لازم
اول باول واحد يكون بيراجع على الحاجات اللي هي البيزكس دي، نفس ذات الوقت بيطور من نفسه وكمان بيحاول يتميز عن الوسط اللي هو موجود فيه عشان يقدر السي في بتاعه يعدي، عشان يقدر يعدي من انترفيو، علشان يقدر يتجاب في وسط كل الناس اللي مقدمه دي. هل التعليم الاكاديمي مهم في المجال بتاع البرمجه؟ يعني لازم اكون متخرج من كليه او اي حاجه ليها علاقه بالمجال ده عشان اعرف اصلا ابتدي فيه او اشتغل فيه؟ بص خلينا نقول المهم ان هو يكون عندك الساينس والبيزكس الكويسه اللي تقدر تبني عليها العمار. تمام، انت هتقدر تاخد البيزكس دي من الكليه، تمام، هتقدر تاخدها من بره الكليه، تمام. هي الفكره كلها ان في شويه اساسيات للكمبيوتر ساينس لازم تتعلمها. المفروض ان الكليه هي اللي بتديك الاساسيات دي بشكل كبير وبشكل فعلا متعمق عن اي مكان تاني، تمام. بس لو انت قدرت فعلا تجمع الكم الرهيب ده من البيزكس مع بعض والمناهج اللي هي موجوده في الكليات دي وتدرسها بشكل مخصص مع نفسك بشكل احسن كمان من الكليه، ده هيبقى شيء عظيم جدا واحسن بكتير جدا من هو ان انت ممكن تكون الكليه كمان تاثر في حاجه زي دي. لو في حد بيسمعنا عايز يبتدي في المجال بتاع السوفت وير او اي، ايه اول حاجات، يعني ايه الطريق المفروض ياخده؟ في كورس جامد جدا اسمه CS50 بتاع هارفارد. الله ينور عليك. ده كورس جامد جدا، بدايه انترودكشن عسل جدا للكمبيوتر ساينس. يعني كان في حد من ضمن الناس الكبار في المجال يقول لك روح اسمع الكورس ده، لو عجبك تمام، ما عجبكش سيب المجال ده مش كارير. بس فهو الكورس ده كبدايه ده كويس. ناس كتير بتبقى عايزه تخش المجال بس هي على حسب برضو فكرها بتفكر ازاي، هي ايه الحاجه السيوتابل ليها، ايه الحاجه اللي هي فعلا تقدر تتميز فيها. يعني في ناس مثلا هو مش قوي في البروجرامينج بس هو ممكن عادي يخش يلعب ويخبط ويرزع، فممكن ده يبقى عادي ده سوفت وير تيستر. ده ممكن مثلا واحد تاني عارف شويه بروجرامينج بس ايه مش قادر يتعامل مثلا شويه مع الداتابيز مثلا، عادي ممكن ده يشتغل مثلا فرونت اند. تمام، هو حاجات دي اسينشال اللي هي الداتابيز والكلام ده، بس هو عنده النولج بس هو مش قوي فيها للدرجه، فاهمني. واحد مثلا عارف الفلو بتاع الابلكيشن يقدر يعمل ازاي، فعادي ممكن يشتغل UI/UX. اللي انا اقصده ان كل الناس مش عارفه كل حاجه، في ناس عندها ويكنسز في الحياه وبنشتغل عليها، في ناس عندها سترينث بوينتس في حتت تشتغل عليها برضو، ان احنا ايه دي اللي نقدر نجيب فلوس ونشتغل ونقدر نطلع شغل ونسلم الناس دنيتها. يعني الكود اهم حاجه ان هو يبقى فيه 3 حاجات، ان هو يكون ريدابل، مينتينابل، سكيلابل. يعني ايه يعني الريدابل؟ ان هو لو جه حد بعدك جه يقرا الكود بتاعك يقدر يقراه بشكل واضح جدا، يبقى مكتوب فيه كومنتس بتشرح الكود، يكون مثلا لو بنقول مثلا في فاريبلز تكون واضحه، الكود يتقرا بشكل كويس، تمام. مينتينابل ان هو لو جه حد يشتغل من بعدك في الكود ده ما يلاقيش الدنيا سبكت، ما يلاقيش الدنيا ملغوصه، لا هو يلاقي الدنيا سهله ان هو يقدر يخش ويعدل بسرعه ويطلع عادي من غير مشاكل. حتى لو في تيم اصلا شغال مع بعضه ما تبهدلش الدنيا. لو حد حب يكونتريبيوت او حد يخش معاك في ان هو كبير بروجرامنج، او ان هو حد يخش يحط فيتشر او يزود على الكود مثلا، ما يبقاش عنده مشكله في دي. سكيلابل ان هو يقدر يتعامل مع حالات كتيره جدا وما يبقاش جاست ان هو بيتعامل مع كام حاله معينه وخلاص هي دي هو كده ريستريكتد على ده، لا ان هو يكون يقدر يسكيل، يقدر يكبر. كلمنا اكتر عن الجامعه. هو بصراحه المناهج نفسها ككونتنت نفسه هو كويس، تمام، بس بيبقى فيه بعض المشاكل في طريقه تدريسه. هي المشكله بتبقى فين؟ ان هو بيبقى احيانا الجامعه اللي هي الجامعات الاقليميه ما بتبقاش منفتحه على الكوميونتي بتاع التك في مصر كله. يعني هي دي المشكله الكبيره. الحل ان هو تحاول توصل لكوميونتي من ضمن الكوميونتيز اللي هي موجوده في القاهره، تمام، مش تحيزا بس هي دي للاسف احنا الموجودين فيه دلوقتي، ان هو معظم الكوميونتيز موجوده في القاهره. هتلاقي بقى في ان هي مثلا موجوده في ITI، موجوده مثلا في ايفنتس بتحصل. قابلتني بقى مشكله في ايه؟ ان انا بدات فعلا احب المجال اكتر واحب البرمجه اكتر واحب فعلا ان انا اكون متميز، بس للاسف انا المكان اللي انا فيه اتميزت بشكل بسرعه، يعني بقيت مميز بشكل سريع في وسط الناس اللي حواليا. ودي مشكله كبيره، ان هو بقى عندي ازمه ان انا بقيت من اعلى الناس اللي موجوده وفاهم كويس جدا، بس مفيش يعني خبطت في السقف، انا مش عارف اعلي فين تاني او اروح فين تاني، مع ان ممكن يكون السقف ده قليل جدا في وسط الناس اللي موجوده المحيط في المجال كله.
دي كانت المشكله الرئيسيه، ان هو طب ما انا كويس، طب انا عايز احسن، طب علشان احسن بقى اعمل ايه؟ مش لاقي. فالكوميونتي دي كانت محجماني قوي، فاضطريت ان انا اشوف كورسات بره في اماكن تاني بعيد عن المنيا في القاهره، وعلشان اقدر فعلا اوصل للي انا عايزه، اللي انا فعلا بفكر فيه كطموحي. ايه اهميه الكوميونتي في مجال البرمجه عامه؟ طيب، هو الكوميونتي هو حل لمشاكل كتير. فكره النوليدج ترانسفير، او اللي هو الناس ان هي تعرف بعض وتساعد بعض علشان تحل مشاكل بعض باكسبيرينسز مختلفه، هي دي الفكره الرئيسيه. يعني انا مثلا عندي مشكله وانت عندك بس مشكله، تمام؟ انا عارف الحل بتاع المشكله بتاعتك وانا عارف حل مشكلتك والعكس. فبالتالي احنا لو عرفنا بعض هنقدر نحل مشاكلنا. لكن لو انا وانت ما نعرفش بعض ومعزولين وعندنا نفس المشكله، فهي دي الازمه، هي دي الكارثه الكبيره، ان هو كلنا موجودين في مكان واحد وعندنا نفس المشكله بس مش عارفين بعض، مش عارفين نوصل لبعض. بالظبط. حتى ولو مثلا الناس في مجموعه من الناس يعني واقعين في مشكله معينه ومحتاجين حد من بره يساعدهم. هي دي كل البوينت، ان هو كان في جاب ما بين الخريجين، وكان في جاب ما بين الناس اللي بتدرس ولسه داخله جديد، والناس لسه داخله جديد. فالناس اصلا اللي هم بيدرسوا عندهم اصلا مشاكل بيصدروها للناس اللي هي اصلا ما اتحلتش غير بعد كده، غير لما يعني شفت ناس شبهي وشفت ناس بتفكر زي ما انا، زي نفس المشاكل. طب تعالى نسيرش، طب تعالى نوصل، طب تعالى نحل، وهكذا. هي دي ده كان الحل يعني. اهم 3 حاجات في اي كوميونتي هيبقوا ايه؟ ان الناس تكون بتساعد بعض، الناس تكون عندها النوليدج ان هي تساعد بعض، وثالث حاجه حته الكبرياء. يعني هو لو في حد مش هديك حته عشان مش بالظبط، يعني بلاش دي وحشه جدا. اللي هو كله خايف يدري التاني، طب احنا بنعمل ايه هنا بالظبط؟ انا عايز ابقى احسن منك، فانا اخبي عليك معلومه. طب ليه يا عم؟ في مشكله من ضمن المشاكل ان هو مثلا الاساينمنتس بتاعت الكليه دلوقتي ممكن اي حد ياخدها يعملها من على شات جي بي تي ويحطها. دي حاجه وحشه، دي حاجه مش كويسه، مش كويسه. الفكره كلها اللي انا اقصدها في ايه، ان هو لا، انت ممكن تستخدم الاي اي مثلا في ان هو زي سبيشال تيوتور، اللي هو حد معاك بيعرفك الحاجه دي جت منين وراحت فين. ده بمثابه زي المدرس الخصوصي. انت دلوقتي لو عندك حته مش فاهمها، انت ممكن تاخد الجزئيه دي تديها للاي اي او شات جي بي تي يشرحها لك ويرجعها لك. لازم يكون عندنا فكره ان خلاص ان الاي اي انجيجد معانا في الدنيا دي، مش ان هو بس ان احنا نغش بيه. لا، مش عايزين نغش بيه خالص. لا، احنا عايزينه يساعدنا نفهم المعلومه بشكل احسن ازاي. دي كل فكره. البيزكس دي حاجه من اكبر المشاكل اللي احنا بنواجهها، لانه احنا كتير قوي بننساها. احنا بنسكيب الحته دي خالص وبننط لفكره الشركات عايزه ايه، فاروح اتعلمه واروح اقدم وخلاص. هو في شويه العلوم دي هي اللي لازم الواحد يمشي عليها في الاول قبل ما ينط السلم ويروح رافع رجله كده هيحط رجله على السلم اللي فوق. لا، هو في بيزكس الكمبيوتر ساينس زي اي علم في الدنيا. يعني ما ينفعش حد يروح مثلا في طب يروح يدرس مثلا طب عيون من غير مثلا يكون عارف تشريح مثلا في الاول. المواد الرئيسيه، المواد الاساسيه هي نفس الفكره. هو دلوقتي انت لازم تكون عارف الكمبيوتر ده شغال ازاي، انت لازم تكون عارف الاساسيات البرمجه ازاي يحل مشكله. فكره احنا كل شغلنا ان احنا عباره عن ناس بتحل مشاكل. هو بيجي الناس بتجيب لنا مشكله معينه، فاحنا المشكله دي بنشوف بقى بنبني الجوريزم او بنبني طريقه حل للموضوع ده، وان احنا نبتدي نعرف الكمبيوتر طريقه الحل دي عشان يقدر يحل المشكله دي. فطريقه الحل دي مش ذكاء، مش فكره ذكاء بس، لا، هي فكره كلها ان في ناس قبل كده مشت في سكه معينه وعملت علم معين علشان تقدر تحل المشاكل دي. يعني مثلا الناس اللي هي قالت ان في علم اسمه داتا ستراكشر، هو الناس دي بدل ما كانوا بيخزنوا الحاجه بطريقه معينه، لا، بداوا يبقى في شكل معين للداتا بتتخزن. الداتا بتتحط بالشكل الفلاني، بتطلع الشكل الفلاني اللي بتتحط في وقت كذا. طب دي هتستخدمها في الحته الفلانيه دي، لا مش هتستخدمها هنا. فالناس عملت العلم ده علشان الناس تقدر تمشي وراه، لكن مفيش حد بقى هيقعد يفكر من الاول ويخترع العجله من جديد. يقول لك انا هبقى مثلا موبايل ديفلوبر او هكون ويب ديفلوبر. طب فين الاساسيات اللي انت هتبني بيها الكلام ده كله؟
عايز اقول لك ان لو واحد اتعلم الاساسيات بشكل كويس جدا واتك فعلا عليها وبراكتس بشكل كويس جدا من غير التكنولوجيا دي خالص، لما هيجي يتعلم التكنولوجيا مش تاخد معاه وقت خالص، لان هو خلاص فهم التكنولوجيا اصلا هي مبنيه اصلا من تحت ازاي. البيزكس دي هتديله فهم كويس للكمبيوتر ساينس، وهتديله فهم كويس كمان للتكنولوجيا اللي هو هيستخدمها بعد كده، وهتسهل عليه قدام ان هو يعرف انوفيت، وان هو يعرف فعلا يتميز عن غيره في طريقه التفكير، في طريقه الكودينج، في طريقه حل المشاكل. طبعا البيزكس دي اهم حاجه. لو واحد لسه متخرج النهارده من الكليه، اول حاجه تنصحه بيها عشان يبتدي يلاقي شغل؟ اول حاجه المفروض يعملها ان هو يبتدي يجهز سي في بشكل كويس، ان هو يجهز المشاريع اللي هو اشتغل عليها في الكليه، يعمل لها دوكيومنتيشن وينظفها كده ويحسنها ويطلعها ينورها، يعني يحطها زي في باترينا بمعنى صح، يحطها في السي في بشكل كويس. يبتدي يعمل براندنج زي براندنج لنفسه، يبتدي يعمل زي لينكد ان اكاونت، يبتدي فعلا ان هو يظبط الاكونت ده ويعني يخليه شكله كويس، شكله بروفيشنال، الناس فعلا تقدر تخش تشوف البروفايل بتاعه يبقى فعلا مميز از فريش عن الناس كتير موجوده. ان هو بقى لو هو عنده نواقص موجوده في الدراسه بتاعته او في الكورسز اللي هو كان بياخدها، لا يبتدي يذاكر اكتر. ممكن دلوقتي في كتير جدا مواقع بتقدر تعمل اللي هي الموك انترفيوز، او اللي هو يعني انترفيو افتراضي. على سبيل المثال في دلوقتي موقع اسمه مناره ده كويس جدا جدا، بيأهل اصلا الناس اللي هي عندها اكسبيرينس ان هي تقدر تتعدي في شركات كبيره زي جوجل ومايكروسوفت وزي الشركات الكبيره دي كلها بتبقى ليها بروسيس معينه في الانترفيوز. فموقع زي منار ده بيأهل الناس لحاجه زي دي. خش اسال الناس انا عندي السي في ده ايه اللي ناقصه 1 2 هيقول لك 1 2 3. حتى مش من اول ما تتخرج، لا انت ممكن قبل كده كمان انا بعمل كذا كذا، تنصحني باعمل ايه. يعني في ناس كتير الحمد لله بتساعد. باختصار ازاي تعرف تعرض شغلك صح اول ما تطلع من الكليه؟ بالنسبه للديفلوبرز في موقع معروف اسمه جيت هاب. حضرت ايفنت كده زمان كان بيقولوا ان هو اي كود حتى ولو بسيط جدا، انت لو كتبت عملت كود آلة حاسبة وانت لسه في سنه اولى، ارفع كل الاكواد اللي انت كتبتها ده على الجيت هاب، وري الناس انت بتعمل ايه. بس هتلاقي بعد الحصيله كلها من الاكواد اللي انت كتبتها دي، هتلاقي عندك فرصه من 2، ان انت تقدر تحسن في الحاجات اللي انت عملتها قبل كده وتظبط الكلام ده كله وتعمل له دوكيومنتيشن ويطلع بشكل كويس. وتاني حاجه ان هو حتى لو انت ما عملتش كده، الناس تلاقي ان انت بتحاول تعمل حاجه. الجيت هاب عامل زي البورتفوليو، زي الجماعه اللي هم الجرافيك ديزاينرز، هم زي البيهانس وزي المواقع اللي هم بيعرضوا عليها شغلهم. هو انت كديفلوبر انت نفس النظام. لو انا شخص لسه ببتدي، ازاي اعرف استخدم لينكد ان صح؟ طيب هو لينكد ان هو ازاي ان انت تعرض مش الشغل بس، ان انت تعرض الكارير بتاعك فيه من اول الصوره لغايه السكيلز والبروجكتس والى اخره. يعني بتحط صوره بروفيشنال ما فيهاش زنبليطه كتير، حط البروجكتس اللي انت اشتغلت عليها، بتكبر علاقاتك مش بس في مصر، لا كمان خارج مصر، تقدر تضيف ناس في المجال بتاعك. هتلاقي ناس كده اصلا هي بتخش تكلمك على شغل. يعني انت بدل ما انت بتدور تمام، انت لو بني سي في كويس وبني لينكد ان كويس، انت هتلاقي الناس هي اللي تخش بقى تكلمك اصلا. ايه اهم السوفت سكيلز اللي الواحد بيحتاجها اصلا عشان يعرف يتعامل مع تيم او يتعامل في شركه؟ اهمهم ان هو الواحد يكون عنده الانفتاح ان هو يسمع اللي قدامه، حتى لو كان هيقول ايه اسمع كويس جدا، حلل بشكل كويس الافكار وطريقه الكلام، خد منها الصح وسيب الغلط. الاتيتيود نفسه، ان هو تكون اتيتيودك كويس، مع تكون لطيف في التعامل، ان هو ازاي ان انت تتعامل مع الشخص اللي قدامك مهما كان جنسه، لونه، عرقه، دينه، ايا كان، انت تعرف تهندل الشخص اللي قدامك. وده هتلاقيه في الشركات حتى اللي هي المالتي ناشونال، انت تلاقي ناس بتتعامل، ناس هنود مع امريكان مع مصريين مع اوروبيين، ده من هنا وده من هنا، ده ليه لونه وجنسه ودينه، والناس كل دي بتتعامل مع بعض عشان تنجز شغلها. لازم تبقى في حدود بينك وبين بعض الناس، ما ينفعش تتعامل مع الناس كلها بنفس الطريقه. لان انت مش في الجامعه، الموضوع بيختلف تماما. لازم تشوف الاول الناس ازاي بتتعامل. غش يا عم، غش، روح في الاول غش من الناس ازاي بيتعاملوا مع بعض. ده ابسط حاجه. يعني اكتر حاجه بيواجهها الجونيورز او الفريشرز اول ما بيتعينوا، ان هو بيبقى فاكر نفسه جامد، وان هو بيبقى عنده طاقه كبيره جدا،
ان هو عايز يعمل وبيكون عنده زي ايجو بسيطه كده ان هو اجمد واحد في الدنيا. دي من المشاكل اللي بتقابل الناس اللي هي لسه داخله، ان هو كتير منهم بيبقى الاتيتيود بتاعه مش كويس، ان هو مثلا بيتكلم مع السينيور اللي معاه مثلا بشكل مش كويس، بيبقى فيه مشاكل في السوفت سكيلز كتير زي كده، ان هو مش بيسمع كتير، مش قادر يسمع كويس بس هو عمال يتكلم كتير. دي مشاكل كتير بتقابل فريشرز اللي هم بيجوينوا في اول شغلان ليهم في الشركات، اللي منهم انا كنت بالمناسبه. يعني انا وقعت في المشاكل دي كلها. ف لا، انت اسمع كويس جدا، اتعلم براحتك، خد وقتك في الحاجه، بس مش وقتك قوي هتجيش على حساب التاسك يعني. بس كل الفكره ما يبقاش انت تكون محور تكون في الشغل، لا، الشركه دي ممكن تكون باديه من زمان، في نفس الوقت تكون بتتعامل كويس، ان انت يكون اتيتيودك كويس. انت خلاص انت دلوقتي مش في تيم مشروع تخرج، لا، انت دلوقتي خلاص انت معاك تاسك، والتاسك دي هتتسلم علشان في ناس بتدفع فلوس، فالموضوع اختلف تماما خلاص عن الموضوع ان انت هتسلم الكلام ده للدكتور. لا، انت هتسلمه دلوقتي الحاجه هتدفع فيها فلوس. ازاي افرق ما بين الشركه او التيم اللي انا اسيب نفسي فيها والتيار نفسه بتاع الشركه هياخدني ويرفعني، وما بين الشركه اللي انا لو سبت نفسي يبقى انا مش هتقدم، ان ما كانش الشركه دي فعلا ممكن تنزلني على مستواي. 3 معايير بنقيس عليهم الموضوع ده: التقدير المادي، التقدير المعنوي، والتعلم. هل انا بتقدر ماديا بشكل كويس؟ الفلوس اللي باخدها على قد الفاليو اللي انا بديها ولا لا؟ لو مش قدها يبقى في مشكلة. كذلك التقدير النفسي، هل انا بعمل 1 2 3 وبلاقي مردود بشكل كويس، بلاقي تشجيع، بلاقي ان هو في ريكوجنيشن وفي شغل معروف وشغل بيبان وبيتلمع، هل انا بتقدر بشكل نفسي كويس جدا ولا لا؟ تالت حاجة، هل انا بعمل حاجة روتينية وطول الوقت وخلاص هرستها كل يوم خلاص بكوبي بيست فعلا زي ما انت قلت، ولا انا بتعلم كل يوم حاجه جديده وبزود على النولج اللي عندي؟ ايا كان الشكل بقى. يعني انت مثلا تقدير الماده هتلاقي ان هو مثلا ما فيش زيادات سنويه بشكل كويس، مثلا الشركه عماله تكسب كويس بس انت ما بتزيدش، حصل مثلا زي تعويم الشركه ما زودتش. ده بالنسبه للتقدير المادي. بالنسبه للتقدير المعنوي، هو انت شايفك بتدي نفس الفاليو وشايفك ان هو جونيور طول الوقت، مع ان انت مثلا ممكن تكون عديت عنده 2 3 بقيت ميد ليفل، بقيت سينيور، بس هو مش عايز يريكوجنايز، هو مقدر واحد تاني لان هو بيعمله كويس فهو ده اللي قرب له. التالتة زي ما قلنا حتة الواحد مش بيتعلم. في شركات مثلا بتقول لك احنا مش شغالين مثلا اجايل، احنا مش بالنسبه لنا مثلا اجايل ده مش مهم، ان هو مفيش تنظيم للشغل بشكل كويس، وانت مثلا نفسك تتعلم ان هو لا، ده المفروض يبقى في مثلا بريترايزيشن للشغل بشكل معين، ان هو الحاجه تتسلم في وقت معين. لو في ناس بتشتغل مثلا بفريم وركس معينه جديده انا عايز اتعلمها، ولا والشركه اللي انا فيها شغاله بحاجات على قديمه، الشركه مش مهم عندها ان هي بتست البرودكت بشكل كويس وبتطلع اي حاجه مثلا، فانا بالتالي مش بتعلم من الباجز او اللي بتحصل دي، مفيش تستر ورايا بيتست بشكل كويس. فانت هتلاقي توصل لمرحله معينه انت عندك النولج وعندك الاكسبيرينس اللي انت اخدتها من الشركه دي، وبقيت عمال تدي للشركه، بس الشركه مش راضيه، مش راضيه، سوري، هي مش قادره تديك الاكسبيرينس اللي انت عايزها، فتضطر ان انت تشوف مكان تاني. طبعا بشكر باشمهندس كرولوس انه شرفنا هنا، قعد معنا ساعه تقريبا، ما حسيناش بيها خالص. صراحه الموضوع عدى كده. اشكرك. شكرا ليك. انا اتمنى ان انا يعني اكون افدت الناس باي حاجه اعرفها، وشكرا ليك باسم جدا.